السلام عليكم ورحمة الله. معانا حلقة غريبة وجديدة النهاردة وهي عن تربية العناكب. لو انت أول مرة تشوف العنكبوت بالحجم ده، أو لو انت نفسك تربي عنكبوت ومتعرفش ازاي تربيه، تابع الحلقة دي وهتعرف كل التفاصيل. وهنعمل بيت جديد بدل البيت اللي هو كبر فيه، لأن العنكبوت دلوقتي حجمه كبر عن البيت بتاعه. فهنبتدي نعمل تحضير للبيت الجديد ونعمل نقل ليه، وأعرفكم ازاي نربيه وايه المتطلبات بتاعته وكل المستلزمات اللي تخليك تقدر تربيه. هي هواية غريبة وبعض الناس بتربيها زي وزي بعض الناس، ولكن في ناس بتبقى الموضوع غريب عليهم. برضو مش هتخسر حاجة لو تابعت الحلقة واتفرجت، وتقدر تشوف ان شاء الله بعد الفيديو ما يخلص هل انت حبيت الموضوع ولا بالنسبة لك الموضوع مخيف. تابعوني وان شاء الله تتبسطوا. والسلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل بيت جديد للعناكب الكبيرة أو العناكب اللي هي بتتسمى بالترانشيلا. العنكبوت الترانشيلا هو من أكبر العناكب في العالم، في منه نوع واحد في مصر وباقي الأنواع موجودة في باقي العالم. تمام، في منه عناكب في العالم القديم وما في منه عناكب من العالم الحديث. العنكبوت اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو العنكبوت المصري، الترانشيلا المصرية. تمام، هو واحد من العناكب القديمة بتاع العالم القديم. تمام، والمتوفر منه في مصر بيبقى موجود في المناطق اللي هي بتبقى بيوت قديمة والمناطق الرطبة. اول حاجة تربية العنكبوت بتحتاج مننا ان احنا يبقى معانا علبة او بوكس. تمام، بحيث ان احنا نقدر نربيها فيه وتبقى حاجة بتحتفظ بالرطوبة. انا جبنا العلبة ديت، تمام، وهنبتدي نخرمها عشان فتحات التهوية، والعناكب من الحاجات الشاطرة جدا في الهروب، فلازم تبقى العلبة مقفولة كويس والفتحات التهوية بتاعتها تبقى بتدخل التهوية المناسبة، ولكن في نفس الوقت ما يقدرش يخرج منها العنكبوت. بتبتدي تدور في العلبة على مكان، لو انت من محبين الشكل الكويس هتبتدي تدور في العلبة على مكان نقدر نخرمها منه بشكل جمالي شوية، زي مثلا حرف الاس اللي انتوا شايفينه في العلبة دي. هنبتدي نخرم الخرام المناسبة اللي تخلينا تدخل الرطوبة وتدخل الاكسجين، ولكن ما تخرجش الرطوبة كتير، يعني ما تبقاش في سبب في ان الرطوبة تقل دايما في العلبة بتاعتنا. دي العلبة القديمة، وهو الفرشة اللي مفروشة بتبقى عبارة عن بتموس. البتموس ده تربة زراعية بتتباع في المحلات بتاعة الزرع في المشاتل. في انواع من البتموس بتبقى عليها مواد عضوية عشان سماد للزرع، دي احنا ملناش دعوة بيها لان الحاجات دي لو اتربى عليها كائن حي هو هيموت. فاحنا رقم واحد واحنا بنشتري التربة اللي هي البتموس بنختار التربة الصافية اللي مفيش عليها اي اضافات. بنبتدي نفرش الارضية بتاعتنا بتموس عشان البتموس من الحاجات اللي بتحتفظ بالرطوبة كويس. وبعدين العنكبوت من الحاجات اللي بتحتاج يبقى فيه مخبأ، فالمخبأ ممكن تعمله باشكال كتيرة. المخبأ اللي احنا معانا دلوقتي هو عبارة عن نص قشرة جوز هند، عبارة عن كرة الجوز الهند ديت قطعناها اتنين وشلنا اللي جواها واتعمل منها حتة مفتوحة كده، يبقى زي ايه، باب للكهف بتاعه. ونبتدي نفرش الأرضية البتموس نوزعه على الأرض. هو هنا كان حبة البتموس قليلين على العلبة دي، وبعدين بعد الفيديو اشترينا بتموس تاني وزودنا العلبة بتاعته. بتبتدي تفرش البتموس وتبتدي تحط الكهف بتاعك وتبتدي تحط مصدر للمية. العنكبوت يعني في بعض الأوقات ما بيرضاش، يعني ما بيشربش كتير، ولكن لازم يبقى متوفر مصدر مية في البيت بتاعه. دي حاجة أساسية لأي كائن حي لا غنى عنها. ففي نفس الوقت احنا لما بنحط حاجة للمية بتبقى حاجة مناسبة ان العنكبوت ما يغرقش فيها، وخصوصا لو هو كان حاجة صغيرة. العنكبوت اللي عندنا هو نتاية كبيرة شوية، فبالنسبة لها الموضوع مش صعب قوي يعني، او مش هتغرق. ولكن بيتحط برضو علبة او حاجة او غطا مثلا ازازة زي اللي هنحطه كده وتشوفوا بيقضي الغرض. هيشربها تقدر تشرب منه في نفس الوقت ما تتغرقش او ما تتبهدلش. وهنحط الكهف، تمام، نحطه في الديكور اللي احنا شايفينه مناسب. نبتدي نرستق البيت بتاعه ونشوف الحاجة اللي احنا عايزينها نعملها، ولو في حاجة زيادة ممكن نشيلها، نحط ديكور باللي احنا محتاجينه بالشكل اللي احنا عايزينه. العنكبوت من الحاجات اللي بتتغذى على الحشرات، فانت لو هتربي عنكبوت لازم توفر مصدر حشرات. وما بياكلش يوميا عموما العنكبوت وقت الانسلاخ او المولت عشان تغيير القشرة بتاعته، وهي عبارة عن ان هو بدليل على ان هو كبر،
فلما بيكبر بيبتدي القشرة الخارجية دي بنعمل انسلاخ منها، وده بيكون دليل ان العنكبوت كبر، فبنحتاج ان احنا نغير له العلبة بتاعته او البيت بتاعه على حسب الحجم المناسب ليه. العنكبوت زي ما قلت لكم قبل كده او من شويه ان هو بياكل حشرات، فانت طالما هتربي كائن حي لازم تعرف متطلباته ايه ولازم توفرها له. الحشرات ممكن عندك حاجه زي الميل ورم، عندك زي الدوبيا روتش اللي هو صرصار مستورد، عندك حاجه زي الريد رانر برضو صرصار مصري برضو موجود برضو في مصر وبيتربى وبيفرخ كتير، وعندك حاجه زي الميل ورم والسوبر ورم. تمام، ده دود برضو مستورد تقدر تشتريه من اي حد وتبتدي تربيه، وبرضه هعمل لكم فيديو ازاي نفرخ منه وازاي يبقى عندنا مزرعة صغيرة نقدر نأكل منها الحيوانات بتاعتنا اللي موجودة عندنا، لان مش شرط تبقى انت مربي حاجة واحدة بس. زي مثلا ما هوريكم مثلا الكائنات الموجودة عندنا تاني برضو بتتغذى على الحشرات، فاحنا طبعا بنحاول نوفر الحشرات الموجودة اللي هي تقدر تكفي الكائن الحي اللي انت مربيه او الكائنات الحية اللي انت مربيها. دي كده اهو فرشنا البيتموس، وبعدين حطينا المخبأ في زاوية من الزوايا، وبعدين هنحط العلب بتاعتنا او الغطيان بتاعتنا اللي هنملى بيها المية عشان خاطر يقدر يشرب منها وقت ما يحتاج. العناكب من ذوات الدم البارد، معنى كده ان هي في الشتاء بتحتاج جزء دافي، او ان احنا يبقى البيت بتاعنا نقدر نحطها في مكان درجة الحرارة بتاعته تبقى مظبوطة مش برد، او نوفر مصدر حرارة زي حاجة اسمها الهيتنج باد. دي بتتحط زي سجادة صغيرة كده متوصلة بكهرباء مخصوص للزواحف، بتحط العلبة عليها بتبتدي تدفي العلبة من تحت بدرجة الحرارة المناسبة اللي انت محتاجها، فالكائن الحي اللي انت مربيه ما يحسش ان البيت بتاعه بقى برد او يخش في خمول او يقطع في الاكل، لان هو طول ما الجو برد هو ما عندوش الطاقة ان هو يقدر ياكل او يقدر يصطاد الفريسة بتاعته او يبتدي يتغذى. دي البنوتة اللي معانا، هي بقالها معايا اكتر من سنة وشوية او سنتين ما شاء الله. دي عنكبوتة مصرية اللي هي ترانشولا، آه من الكائنات الجميلة جدا جدا. بعض الأوقات بتبقى عدائية زي ما انت شفت في أول الفيديو، ولكن ده كان من طريقتها دي إن هي بتدافع عن البيت بتاعها أو عن مكانها، فبتبتدي تاخد وضعية الهجوم أو الدفاع يعني عشان خاطر تقدر إن هي تدافع على البيت. عضتها مؤلمة شوية، فيها سم ولكن مش خطر على البني آدمين، ولكن العضة بتاعتها مؤذية شوية، ان هي في الوجع هتسبب لك وجع شوية بسيط وبتاع، ولكن في بعض الاوقات على حسب برضو كل واحد وعلى حسب استحماله. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.